بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. للي مش عارفني، معاكم إيمان علي من كوكينج إيمان علي. هنعمل النهاردة وصفة اقتصادية صحية موفرة، حلوة جدا، حلوة لصحتك، وكمان موفرة جدا. هنبدأ كده نعمل المسقعة. هنعمل المسقعة دي بمعلقتين زيت. هنعمل طبق مسقعة يكفي عيلة. طب ازاي يعني؟ طب هنسمي الله كده. واول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب البتنجان ونغسله حلو. بعد ما نغسله نقشره، زي ما انتوا شفتوا كده قشرناه بالطول. وبعدها بنسمي الله برضو ونقطعه كده. بتقطعيه مش تخينة قوي ومش رقيقة، يعني سمكها حلو. هوريكم السمك ازاي محتاجينه. ما شاء الله، بصوا ادي قطعنا بتنجانة. بصوا السمك، عايزة السمك ده كده. بسم الله. هنكمل برضو تقطيع البتنجان بنفس الطريقة. هنكمل تقطيع البتنجان وارجع لكم. بصوا بقى، لو معاكي بتنجان صغير ممكن تقطعيه بالطول زي ما احنا قطعناه كده. ادي كمان كده. وهنقطع الفلفل. احنا بنقطعه عندنا هنا، انا بقطعه بالطريقه دي، ان ترانشات. اقطع الفلفل ترانشات صغيره بحيث ان تقدري تاخديه على المعلقه على طول او بلقمه العيش على طول. يبقى سهل ايه في الاكل، ما يتعبكيش. ولو انت حابه تسيبي القرن بحاله، عشان ما يفرقعش في الزيت معاكي او يفرقع في النار، بتخرميه بس كده بقى وتشكيه بالسكينه. بعد ما خلصنا كل ده، قطعنا البتنجان والفلفل. هنبدأ نحط الطاسة بتاعتنا على النار ونحط فيها معلقتين زيت زي ما انتوا شايفين، او معلقة زيت كبيرة شوية مليانة. ونبدأ نسيبها تسخن. سيب الطاسة تسخن جدا. حطينا المعلقة دي وسيبناها تسخن قوي. بعد ما سخنت حطينا، نسمي الله كده ونحط البتنجان، نرص البتنجان كده واحدة واحدة ونهدي النار. احنا خلاص، احنا اهم حاجة ان احنا سخنا الزيت. خلاص كده نحط البتنجان ونهدي النار. بسم الله. ادي كده رصينا البتنجان بتاعنا. وبعد ما نرصه وهدينا النار نبدأ نغطي عليه. وتسيبيه لحد ما يبدأ ياخد معاكي لون. يعني هياخد من دقيقتين لدقيقة ونص، حسب بقى النار عندك وحسب ليه بقى انا بهدي النار. انا ممكن اسيبها عالية هتاخد لون على طول. لا، احنا مش عايزينها تاخد لون، بس احنا عايزين البتنجانية تستوي. يعني هتستوي وهتاخد لون كأنك قلياها في حلة زيت مش معلقة زيت. جربي كده وهتعجبك جدا. بصوا ادينا كده قلبنا، بدأنا نقلب كده. شلنا لما بعد دقيقة ونص او دقيقتين بتبدأي ايه تقلبي. بصوا هنا ما شاء الله، بصوا البتنجان بدأ كمان خلاص كده بدأ ياخد لون. هنقلب ونشوف. بصوا البتنجانة ما شاء الله بدأت ايه تاخد اللون اللي احنا عايزينه كده، ان انتي كأنك قلياها في زيت كتير جدا. بصوا ما شاء الله. نقلب كده. وهنا لو خدتوا بالكم، لو ركزتوا ان الطاسه يعني هتلاقوها ايه الزيت اللي فيها البتنجان شربه. لا، احنا هنسيبها شويه هتلاقي بدأت تطلع تاني. كميه الزيت اللي كان فيها هتطلعه. يعني البتنجان لما بيستوي بيطرد تاني الزيت، يعني مش بيخليه جواه. هنبدأ بقى نحطه كده كله على بعضه اللي استوى وخد لون. هنبدأ، بصوا شايفين ما شاء الله، شايفين كأنها واخدة كأنها غرقانة في زيت. شايفين ما شاء الله. هنبدأ بقى ايه حطيناه كده. هنبدأ نرص بقى باقي البتنجان، باقي الكمية اللي معانا. بسم الله. وبرضه نغطي عليها ويكون ايه باقي البتنجان خد اللون التحمير الحلو. وهنطلعه. طلعنا البتنجان وحطينا بقى ايه، رصيناه حلو. هنبدأ بقى نحط الفلفل بتاعنا كله. حطينا الفلفل اللي احنا مقطعينه. ما شاء الله شايفين يعني هياخد برضو اللون وهيستوي. هنبدأ نفرد الفلفل حلو في الطاسة. ما شاء الله شايفين الجمال. شايفين كده ايه. هنبدأ برضو نغطي عليها تاني. احنا كده خلاص رصينا البتنجان والفلفل، نغطي عليه. بسم الله. كده خلاص. برضو بص بتلاقي بتطلع البخار وبتعرق بتنزل. انا بسيبها المية تنزل فيها مفيش مشكلة. هبدأ اقلب بقى البتنجان. بسم الله. بص بدأ ايه يعني ما شاء الله ياخد لون. ما شاء الله شايفين البتنجان بقى كده ايه بقى حاجة ما شاء الله جميلة خالص. اللي بلاش واخدت لون بسيبها تاني. خلاص. ادي البتنجان بتاعنا. برضو كده هقلب التقليبة في الفلفل كمان وهبدأ اغطي عليه تاني. حتى الفلفل نفسه بدأ ياخد لون ويتحمر معاه. يلا نغطي عليه. بعد ما قلبناه نغطي عليه ونرجع لكم تاني. هنطلع البتنجان اللي استوى واتحمر. ادي بصوا هنا
يعني غطينا عليه ورجعنا له تاني. بصوا ما شاء الله الفلفل بقى عامل ازاي. هنحط بقى الايه، القرنين السلام اللي احنا ايه سيبناهم زي ما هما سليم، عشان لو حبيتي، انا عايزه اوريكي لو حبيتي تحطي كده او كده. كده خلاص احنا قلينا الفلفل والبتنجان زي ما انتم شايفين. شايفين الكميه، احنا قلينا الكميه وخدنا معلقه كمان صغيره زي ما انتم شايفين من الزيت وحطيناها. هنحط عليها التومه بتاعتنا. بسم الله. اول ما الزيت يسخن بصوا حطيتها في قلب المعلقه، ما لفتش بقى الطاسه كلها، لا يا دوب مكان اللي فيه الزيت بس، بحيث انها تحمر تصفر كده التومه. اول ما التومه معاكي تصفر شويه ما شاء الله شايفين كده، يعني معلقه زيت او دي كده معلقتين زيت هتعملي كميه كيلو بتنجان وربع فلفل، يعني حاجه ما شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك. يلا هنا بقى ايه، بعد ما التومه كده خدت اللون الاصفر الحلو ده، نزلنا عليها بمعلقه خل كبيره، ونزلنا بقى بالصلصه اللي كنا مفرزينها مع بعض. شايفين لونها احمر جميل ازاي. وخدنا كمان يعني ايه فص توم مطحون كده ني كده زي ما هو. هبدا اسيبها بقى ايه تغلي غلوه، لان هي كانت تلج لسه عشان كنت مطلعاها من الفريزر. تمام. ما شاء الله شايفين الصلصه. هنبدا بقى ايه نسيبها ونحط الملح بتاعنا. ما شاء الله شايفين كده الصلصة حمرا وجميلة. هبقى اعمل لكم فيديو كمان لوحده بازاي تعمليها كده والصلصة تبقى معاكي بالجمال ده. هنبدأ نوطي النار ونهديها كده ونرص البتنجان بتاعنا. بسم الله. شايفين ما شاء الله البتنجان لونه عامل ازاي. يعني محدش يقول خالص ان دي مسقعة دايت او مسقعة بمعلقتين زيت، لا كأنك قلياها من اولها لاخرها في زيت كتير. ما شاء الله يعني حاجة كده جربوها هتعجبكم جدا. ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش مجهود، حاجة جميلة وصحية جدا. هنبدأ نحط بقى ايه الفلفل عليها. بسم الله. هنرص الفلفل بقى ونبدأ نوزعه. بسم الله. شايفين الجمال. يعني بص البتنجان، انا هنا عايزه اوضح لكم قد ايه البتنجان كان جميل ومستوي مع الحاجه. هنبدأ كده ايه، بصوا ما شاء الله. ادي كده ايه المسقعه بتاعتنا اتعملت. حاجه كده ربنا يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال وابدلنا خيرا منها، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب الوصفه تعجبكم، وحاجه سهله واقتصاديه وموفره، وزي ما قلنا الفلوس غاليه والحاجه غاليه، لا صحتنا اغلى. يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.